في نوم، لانه انت لسانك ده اسوأ من السرطان. طول ما انت لسانك ده في ارض الواقع اسوأ من السرطان وقلبك اسود من شكلك، نحن بنعذبك، بنعرف نعذبك كيف، بنعرف نعذبك كيف، لانه نحن ربنا خط لنا 24 وقيه وانت خط لك 12 وقيه، ففي فرق بينك وبيني. انت لازم تعرف الكلام ده. انت وانا في فرق بينك وبين سما. يعني ما هتقدر تقارن نفسك بيانا، وانا هندقلك في الفطيل وهنقفلك قريبا، هندقلك في الفطيل ونقفلك. اي تحياتي لك يا توكو. اتفضل يا اخونا قدر الزمن. طيب شكرا لتعطي الفرصة يا أستاذة حنان، وشكرا لتوكوي وكل الشباب اللي في المنصة والمطابقين كله صوت واضح صح؟ طيب أول حاجة أنا طبعا الله يفضل من الصباح يا حنان خشيت لأنه البرنامج منوع يعني. وشكرا لأنجوي أول حاجة. واللايف حقيقة كان اجتماعية ولايف كان جميل جدا جدا، وحتى الآن اللايف منوع يعني ما كهب. وحقيقة اللي بعجبني فيك يعني تمتلك كل الصفات يعني في البرامج الاجتماعية السياسية، وكثير من المجتمع يعني هم بعيدا عن السياسة صح. أنا اتكيفت في الكلام اللي انت تكلمتوه وكل الاحترام للقبائل، لكن نزل نقول الحقائق زي ما قلت انت. فالحقيقة بنقال بعد ذاك المجرمين يتحاسبوا، وبعد ذاك الوطن ده يسعد الجميع إن شاء الله. وده كلام كان يعني جميل جدا جدا. اما لا بعدين انا يا قدر الزمن بس ده اسالك سؤال، لكن السؤال ده ممكن يكون بعيد من حلقه بتاعي ده، لكن انت ممكن اذا عجبك ممكن تقدر تشرح لي شويه، لو ما عجبك ممكن تخليه يعني. رايك شنو في انه ابناء المسيريه طبعا هم اللي دعموا الدعم السريع، اغلبيتهم الناس اللي دعموا الدعم السريع ابناء المسيريه بتاع الفان دي الان عندهم اولادهم من قبائلهم كلهم المسيريه ديل الان قاعدين جزء منهم في جنينه وجزء منهم في زالينجا بيخاطلوا وجزء منهم في نيالا وجزء منهم في فاشل بيخاطلوا. بالله عليك الله رايك شنو في حديثهم اللي بيجوا بقول انه نحن اراضينا او مثلا نحن مدن حقتنا خط احمر وما دايرين زول يكون قاعد في المدن ده خيرنا نحن ونحكمه، لكن هم يحق لهم انه يمشوا في مدن الناس ويحق لهم انه يمشوا في حواكر الناس. رايك شنو في الكلام ده بالله؟ طيب النقاط ده انا داير اتفرغ فيه ذاته عشان داير اوضح للناس، وانا موجود في كثير من الجروبات، وانا تحديدا دائما الجاهزيه يعني. ف الاولاد المسيريه الحسي اللي بيتكلموا في مستوى الميديا نحن كله موجودين معنا في الجروبات يعني. المزالة بتاعت ابو كلتم الحسي بيتكلم ده، ابو كلتم هو مسيري من كردفان، انا باكد لكم الكلام ده، هو من كردفان كويس. اما ميسر بوب وناس منهم ديل هم ديل جاهزيه قاطعين ده انا بعرفهم لك، لكن بالانفعال كان جو قالوا الكلام ده، لكن هم دائمين الجاهزيه 100 وهم ذاتوا كلامهم ده كانوا قالوا، لكن ما وضحوا فيه بس عشان كده كان قام الضجه. لكن ابو كلتم الحسي انتوا شايفينه ده هو ملتف في توب بتاع الدعم السريع. انا كلام ده ما تبرير لكن بديكم الزر. هو تابع لمنو؟ تابع للجيش ابو كلتم، تابع المتحرك بتاع السيادة الغايد بتاعتهم بقول لهم منو اديني ذكروني له كويس. هنا الحاجه اللي بخليه الناس بيشككوا فيه بانه هو دام السري ليه؟ لانه المنصات الدائمين الدعم السري ذات بيطلعوا ابو كلتم في اللايف وبدوا فرصه كامل بمرر اجنداته. فهمت؟ هنا ده اي زول هسه انا ذاته بعد مرات بشكك بقول ابو كلتم ده هو تابع للدعم السري، لكن ليه قاعد يعمل الكلام ده؟ لانه الكلام ده اوتوماتيك حيصنع انشقاقات قبليه في داخل الدعم السري بانه الناس دول عنصريين. مش كده؟ انا هنا الزول اللي بيمرر اجنداته دعم السري هنا ما ممكن حتى لو اخوي انا شقيقي ما بتعاطف معه، لانه ده قضيه سودانيه وده قضيه بتاعت مجتمع، لكن انت بتتعاطف معه وتتليه في منصتك وتديه فرصه يمرر اجنداته وهو تابع للفلول بتاعت الجيش الكيزان ده معروف وانا باكد لك الكلام ده 100%. ابو كلتم ده تابع للفلول وبمرر اجنداته. والغايد بتاعت الجيش في كردفان الحسي قاعد ده عمل جروبات وعمل حاجات كثير. الليله اولاد المسيريه ذات في كردفان ما هم جزء في الدعم السري وجزء في الجيش. هنا بطلوا في المنصات
بالطف طوب بتاعت الدعم السريع وبمروا اجنداتهم عشان يغلقوا الحس الراهن اللي نحن قاعدين فيه ده. شايفه؟ حس الكلام اللي انت قاعد تقوله ده، هم دايرين يحصلوا للمرحله ده عشان يحلقوا اكبر انشقاقات واكبر اختلافات قبليه، عشان الخطوه الحس الناس شغالين في نيروبي او الاتفاق الماشي او كمان كل النتيجه الاجتماعي اللي قاعد تترابط ما تترابط بعدها. لازم تختلف ونختلف كلنا، وبغبهم بتاعتنا وبزال بتاعتنا يزول بمشي بركه للاسلاميين هناك في بورسودان للجيش تكاتل بندون ارادتك. هم ده الهدف اللي يا حنان دايرين يحصلوا له، لكن بابري لايفك ده يا حنان انا برسل رساله. طيب يا قدر زمن. نعم. والله انا داير اقول لك حاجه، في فرق بين انه انت كنت مع الدعم السري وداير تمسك على الجيش، في فرق كبير شاذ جدا جدا. والله يا قدر زمن، والله 3 مرات لو رحموك في وقت في وقتنا، يعني في الزمن اللي انت مشيت اندمجت عليهم، لو رحموك والله في المستقبل، لو رحموك والله يومي ما تيترجى لي كلامي ده ويقعد للتاريخ. والله ما حيرحموك، يسفوك. كان شفت لو بقيت جن الرسول هيسفوك لانه انت يعني الوضع بتاعك بيختلف، الوضع بتاعك ووضع حقتي بيختلف تماما. انا ممكن امشي يدخلوني السجن، اقعد فتره ممكن يدخلوني، لكن انت ما حيدخلوك سجن على فكره. انت لانه اول شيء سببت للشماليين العار، الشماليين اللي جبت لهم العار الدكتور شفت الاسمى ده سبب للناس العار على فكره، وخليك من الدمار الشامل اللي انت شايفه ده. يعني ده مشكله كبير. يعني لو حتى لو مشاكل بيناتنا صارت وهم مشوا يدموا للجيش، صدقني مصيرهم حيكون اسوء مصير في تاريخ العالم، اسوء مصير. انا والله بوريك، والله ما كذب، ده حقيقه يا حنان كده. بدون دقيقه بدون دقيقه واحد يعني في فرق بين انه هسي مثلا اديك مثلا، والله في فرق بين عبد الواحد محمد نور، او في فرق بين عبد النزل هيلو، وفي فرق بين الناس التعبير الدعم السري، في فرق شاذ. لانه ديل ما اتجروا وجو عملوا للشماليين ديل، عملوا لهم كونفيوز هنا في العقل. ناس دائما عملوا لهم، سببوا لهم هلع، سببوا لهم نفسيات، كتار منهم ماتوا بنفسيات، وكتار منهم انتحروا، وكتار منهم جنوا شوطهم. يعني انت تقول لي نفسي ندم وقلد ولا 56 صدقيني ده بكون حاجه. يلا انا ادوني دقيقه لانه خاش الشغل، الدنيا اقل من دقيقه بس. دقيقه فرصتي ما انتهى لو سمحت، بس اصبر شويه بس معلش اذا خاش الشغل قلت لك اديني اقل من دقيقه. ما حتقدر تمثل لنا حاجه، لكن يا اسمك اوكي تمام خلاص. انا خلاص بكون قاعد بخلص وبعد ذاك اسمع. اوكي الحنان هم طبعا الحسي هم اولاد المسيريه ذاته. انا اديك الزيت يعني هم الحاجه هم بيقوا يعني كالابه بدوله 56، هم بيقوا كالابه. يعني الليله جينا ضربنا اناي بتاعت كردفان او اقليم بتاع كردفان ده كله بيجوا بال النوبه والحتات ده. اذا دربنا عبر التاريخ هؤلاء الناس رحاين يعني بيقاتلوا في الجيش، واكثر الثروه الحيوانيه والصمغ السوداني وكل الحاجات دي بيطلع من هناك يا حنان. لكن الناس زي الحسي ليه بركزوا تحديدا للكردفان؟ لانهم بس دايرين انهم يكونوا هم يمسكوا القرون ويحلبوا بس. ده الفرق بتاعتهم، عاملين صالح صلوها طبعا كوس كبير جدا جدا، ماكل اموال كردفان ده كل على بكره ابيه ماكلوا معه القيادات جودات وما شبه ذلك. كتار من الجنرالات قاعدين في الجيش ديل هم عاملين زهزها داخل كردفان بانه انتوا ما تسهروا انكم جيش، اسهروا انكم دعم سريع عشان تخلقوا مشاكل في داخل المجتمع. الى ما تتذكر يا حنان في جوتا كان بتاعت ما عندنا سلاح وما عندنا الكلام ده كله، تتذكر كان بيقولوها في الميديا دي كلها كانت اجندات بتاعت تمرير، بتاعت اجندات عشان يخلقوا بلبله ويديك وجهه نظر انك انت كان من كردفان ولا كان من اي حاجه. هو دام السريده والله قاعد يسلح ناس معينين وما قاعد يهتم بناس معينين. ده كان الخطوه الماشيين بيه. تمام. انا اكد لك تماما وباكد الكلام ده. ميسر بوب وعندك اخونا في بريطانيا ديل قالوا الكلام، لكن هم عندهم صيغه تامه يعني هم ديل جاهزيه. انا بعرفهم كويس، هم قاطعين اختلفوا اي حاجه، لكن ديل جاهزيه انا بعرفهم. لكن الباقي ما فدر الزمن انت بتقول انا جاهزيه. نعم.
واولادكم اولاد المسيريه ده 90% قاعدين في الدعم السري. نعم. ماشيين جزء منهم قاعدين في جنينه قاعدين يقاتلوا، وجزء منهم في زالينجا، وجزء منهم في نيالا، وجزء منهم في فاشر، وجزء منهم في داخل العاصمه وفي كردفان، ده كله قاعدين تقاتلوا. نعم. وانت دايما الدعم السري تقدر تقول انه انا مناطقي خط احمر وما في زول يحكم مناطقي. ما منطقي. ده خط احمر، ده تفسيره يكون شنو يعني؟ وتجي طيب انت في الدعم السري ذاته انت قاعد دايما الدعم السري تقدر تقول لا انا مناطق حقتي خط احمر. طيب طيب هم وكد مناطقهم خط احمر، اولاد المسيريه بيعملوا شنو الان في فاشر وفي نيالا وفي زالينجا وفي هتات دي بخاطروا من عندهم شعب هنا في مسيري هنا قاعد في المكان ده ساكن، عندهم عارف هنا في مكان ده، عندهم شعب هنا مدن ده مدنهم،